للترويح النفسي للعراقيين فقط. العراقي إذا راح يشتري قلم يشخبط على أقرب ورقة على مود يجرب، وبعدين ياخذ قلم ثاني على مود إنه ذاك مستعمل، نسأل الله السلامة. ما زال العراقي إذا شم ريحة غريبة بالسيارة ينص صوتي المسجل، ليش؟ على مود شم زين. يلا بلا شو تحاكي. عزيزي المحترم، ليش إذا شفت واحد عنده نفس سيارتك لازم تشوف وجهه؟ يعني يشبهك ولا يطلع أنت مثلا؟ العراقي إذا خلصت الصابونة يلزقها بالثانية، وإذا خلص الشامبو يزيده مي، وإذا خلصت علبة الحلاوة يحطها طاسة حمام، وإذا صدف استعمل محارم معطرة بعد ما يمسح يديه ووجهه راح يمسح حذاءه، ويقول لك الشعب العراقي مبذر. تبتسم لأخوك يقول لك شو تريد، تبتسم لأمك تقول لك شو مسوي، تبتسم لأبوك يقول لك ماكو فلوس، تبتسم الغريب يقول لك تعرفني، تبتسم لوحدك يقولون مخبط. والله هالشعب وين يفيد الابتسامة؟ إلا لما يموت الواحد يقولون ما شاء الله مات مبتسم. الشعب العراقي إذا ركب بالمصعد يقول تخيلوا يوقع بينا. شعب حياته كلها أكشن بأكشن. بس بالعراق كلمة يا ذكي تعني يا غبي، وكلمة بعد وقت تعني متأخر، وكلمة صدقتك تعني كذاب. فقط بالعراق فلانة ولدت وجابت بيبي يسألون ليش كانت حامل؟ لا نزلت من اليوتيوب. لا ترسلوها غير عراقيين على مود من انفضح. ماذا يميز العائلة العراقية؟ الأب دائما يسب بنفسه، العائلة كل ما يطلعون لازم يختموها بعركة، لازم اكو كوب بكيس التمن جوا المطبخ دوما مشتعل، وبس يطفأ اعرف انه اليوم خلص. يعرفون اضوية البيت مشتغلة من يطلعون حتى يخدعون الحرامي. دائما غطاء الريموت لو الريموت ضايع. ملابس العائلة بس تصير قديمة تتحول الى وصل مسح. علبة الماكنتوش من تفتحها بيها بكرات وأبر ودقم. المزهرية بغرفة الخطار لازم بيها مفتاح وماشة وفلوس نقدية قديمة وورقة الكهرباء وشريط براسيتول فارغ وباتريات معضعضة وأوراق بيها أرقام تليفونات ما معروفة. بالثلاجة لازم أكو نص نومية حامضة. مقراضة الأظافر دومها ضايعة وندور عليها نريدها. قلاص الجبن اللي يخلص يصير قلاص للمي أو للشاي. يوم الجمعة الغداء الأودول منو سمك. زين اكو صابونتين لازقات على المغسلة. القاب داخلية بين افراد العائلة، ابو راس، ابو خنينة، ابو خلوها سكتة. لازم اكو واحد خبل وواحد شاطر بالعائلة. ماذا يوجد في سطح البيت العراقي؟ هاي هنا السالفة الواقفة. اولا لعابة مقطوع راسها وكانت للبنت الكبيرة وهي الان ام الاربعة بنات، ادري شو يسوون بيها. 10 طوبات وكلهم بنشر. بايسكل بي بس تاير واحد، وصاحب البايسكل صار حاليا اب وجد وجود حتى مات. طابوق وكاشي من بقايا أعمال ترميم البيت قبل 20 سنة. أقواط طيبوية يابسة، مجلات وجرايد قديمة، منقلة شوي مكسرة بوسطها تشيز فحم، أحذية ونعل أنواع وأشكال أجلكم الله. وتحداكم إذا تلقون زوج متشابه. صناديق بيبسي منتهية وحليب معقم ومال أيام زمان. حبل نشر بيه الملابس منتهي من الشمس. ومع كل هاي الهوسة أول ما نصعد للسطح لازم نعثر الشي. لا ترسلوها لغير العراقيين على مود من الفضح. تحياتي وتحيات كادر.